ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا. النهارده فيديو جديد ويوم جديد. هنعمل مع بعض احلى صينيه كيك تعمليها في الخلاط. مكوناتها بسيطه وطريقتها سهله جدا وكمان ناجحه معاكي من اول مره. يعني لو انتي الف ب كيك فهتجربي الطريقه دي وهتعجبك جدا. فما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو وتشتركي في قناتي لو اول مره تشوفيني. فعلي الجرس على اشعار الكل، هيوصلك اشعارات بكل فيديوهاتي الجديده. والله مهما نشتري اي كيك من بره ولا اي كيك جاهز، دايما بتكون صينية الكيك اللي بتتعمل في البيت ليها طعم مميز. فتعملي بقى جنبها كده كوباية شاي باللبن او نسكافيه او اي حاجة بتحبي تشربيها، وتعملي بقى صينية الكيك الحلوة دي. وكمان هتنفعنا الفترة الجاية في اللانش بوكس، وتنفع كمان كوجبة فطار من ضمن بقى المخبوزات ان شاء الله اللي هنزلها لكم. هنزل وصفات برضو مخبوزات تكون كل وصفة لوحدها كده هنا في القناة عشان تستفيدي منها وتلاقي الفيديو بسهولة بعيدا عن فيديوهات الروتين. فأول حاجة بقى كده هنجيب معانا درق الخلاط، وهنزود فيه كوباية من اللبن وكوباية من الزيت، ويكون كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة. أنا هعمل كده مقص صينية كبير، يعني هزود ليها 5 عدد بيض. ومش بيض بلدي، لا أنا مستخدمة اللي هو البيض الأحمر العادي. تمام كده حبايبي. انا عايزاها بطعم البرتقال، فهزود عليها كيس فانيليا برتقال من دريم، حلوة جدا. وعشان بس زيادة التأكيد كمان وما احسش فيها بأي طعم كده للبيض، زودت شوية من الفانيليا البودر البيضة، او ممكن تستخدمي الفانيليا السائلة. يبقى نزلت عندي في درق الخلاط بكوباية من اللبن بدرجة حرارة الغرفة، زودت عليها كوباية من الزيت، يكون زيت كده عباد شمس نوعية كويسة. ونزلت عليهم ب5 عدد بيض، وهزود كوباية ونص من السكر، سكر كده اللي هو العادي الخلاط. وكمان زودنا كيس الفانيليا اللي هي بالبرتقال او الفانيليا العادية لو انت مش بتحبي طعم البرتقال. وهناخد بقى كل المكونات الحلوة اللي في الخلاط دي، ونبدأ نضربها كويس جدا جدا لحد السكر معانا ما يدوب مع البيض، وما يبقاش الخليط فيه اي حبيبات سكر خالص، يكون كريمي كده وناعم. في بولة بقى تانية هبدأ انخل معايا 3 كوبايات من الدقيق، ويكون دقيق مخصص كده للكيك او دقيق جميع الاستخدامات. نوعية الدقيق اللي استخدمتها كان دقيق اوريجين، وعايزة اقولكوا حلو جدا في الكيكة. في طبعا دقيق ست غالية، في دقيق الضحى، في انواع كتير قوي من الدقيق. فاهم حاجة نبعد عن الدقيق الفرنساوي لان ده ما ينفعش خالص لا مخبوزات ولا ينفع للكيك. فهنا بقى نخلت عندي كوبايتين من الدقيق، وهزود عليهم كيس بيكنج باودر، او لو عندك البيكنج باودر اللي هي العلب الكبيرة فهتزودي معلقة كبيرة 16 جرام. فلازم ننخل الدقيق عشان برضو ندخل كل كمية الهواء لكل المكونات معانا، وتطلع الكيكة معانا هشة وحلوة. الوقت اللي نخلت فيه معايا الدقيق طبعا كنت سايبة بقى الخلاط شغال معايا على المكونات السائلة، وبقى قوامها كريمي جدا، مفيش فيها اي حبيبات للسكر. شايفين درق الخلاط مفيش فيه اي حبيبات للسكر، والقوام ناعم كده وكريمي. هننزل بقى بكل مكونات الكيك اللي هي السائلة اللي في درق الخلاط على الدقيق كده اللي احنا نخلناه مع البيكنج باودر، وتبدأي بقى بالمضرب السلك اليدوي تاخدي بقى الخليط معاكي من فوق لتحت كده زي ما انتوا شايفين. واول ما يتخلط تبدأي بقى ايه بالمضرب السلك اضربي في الكيك معاكي شوية، فيعني لحد كده المكونات بسيطة. وطريقة التحضير كمان سهلة قوي، كل حاجة كده بتتعمل في الخلاط، وبننخل الدقيق في اي بولة عندنا، وبنبدأ ان احنا بالمضرب الكهربائي نخفق معانا كل المكونات الحلوة دي. نيجي بقى هنا الخطوة التالتة او الخطوة الرابعة. معانا كده صينية، انا بستخدم هنا الصينية دي مقاسها تقريبا 32، ودي صواني البسبوسة اللي مش بيكون ليها حافة كده تكون عالية. فدهنتها الاول بشوية من السمنة او شوية من الزبدة، وترشي عليها شوية من الدقيق اللي هو بنبطن بيهم الصينية. وننزل بقى معانا بكل الخليط الحلو الكريمي قوي ده. ولو انت بقى عندك مثلا فرم الكيك وعايزة الكيكة تكون ارتفاعها عالي قوي، او عندك اي شكل كيك تاني غير الصواني التقليدية العادية، تقدري ان انت برضو تستخدمي الصينية يكون مقاسها 30، لان المقدار ده مقدار كبير. ولو هتعملي مثلا قالب التوست اللي هو مقاس 30، بتعملي جنبه الصينية الصغيرة اللي هي بتكون فورمة الكيك. فممكن يعمل معاكي صينيتين صغيرين، او يعمل معاكي صينية كده كبيرة زي ما انتوا هتشوفوا معايا. نزلت بقى كده بكل خليط الكيك، وفي الفرن كده في الرف الأوسط على درجة حرارة 180. بندخل بقى الكيك القمر دي، وبتطلع أحلى صينية كيك بيتي بتعمليها. تبدأي بقى كده تقطعيها بسكينة تكون مشرشرة، وعندك بقى أي صوص حابة تزوديه. عايزة مثلا تعملي صوص بطعم البرتقال،
اللي هو بقى بيتعمل شبه الحليب المكثف المحلى. عايزة تزودي عليها اي حاجة انت حباها بتقدري ان انت في الوقت ده تزوديها. وطبعا لو اتسابت كده ككيكة عادية بتبقى طعمها حلو قوي. وتقدري بقى تقطعيها كلها كده مربعات او اي شكل انت بتحبيه، وتنقليها بقى معاكي في علبة كده تكون محكمة الغلق، تفضل معاكي يومين او 3 ايام. يعني لو هتستنى اصلا يعني يومين او 3 ايام فهتبقى فكرتها لذيذة جدا. لو وقت المدارس ممكن الولاد تفطر منها او ياخدوا منها كمان في اللانش بوكس، افضل كتير جدا من الكيكات اللي هي الجاهزة اللي بتكون قطع صغيرة قوي، وبتكون طبعا يعني بقالها كام شهر مركونة كده في الاكياس. انما هما كده في الوقت ده بياكلوا كيكة حلوة معمولة كده فريش وطازة. إيه كمان مغذية للولاد اللي مش بيحبوا ياكلوا بيض ولا بيشربوا لبن عشان انا عندي المعاناة دي. فبجد يعني فكرة الكيكة عامة بتكون حلوة قوي. ومهما تشتري حلويات جاهزة من بره بتحني كده لصينية الكيك البيتي اللي انتي بتعمليها بايديكي، او اللي احنا بنقول عليها كيكة الامهات. يعني دايما كده لينا ذكريات حلوة مع صينية الكيك القمر دي. فطبعا اعملوها في البيت والطريقة سهلة جدا وكل المكونات بسيطة. ولو انتي بتشتري كل مشترياتك اول الشهر فاكيد هتلاقي كل المكونات موجودة معاكي في البيت. انما لو هتفكري بقى تعملي صينية كيك، عايزة بقى تشتري بيض وتشتري دقيق وتشتري مثلا زيت، بيكنج باودر، فانيليا، فكل الحاجات دي لو فكرتي بس ان انتي تشتريها فهتحسي ان الصينية دي مكلفة عليكي. انما طول ما الحاجة موجودة عندنا في البيت فانتي بتستخدمي على طول وبتشغلي الفرن وبتعملي احلى صينية كيك. فجربوا بقى صينية الكيك الحلوة دي وانتظروا بقى فيديوهات تانية هعمل فيها معاكم كيكة الزبدة وكيكة الشوكولاتة والكيكة الماربل وانواع كيك كتير جدا ان شاء الله تعجبكم. واشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة احلى واحلى، ومع الف سلامة.